السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ عظم الله لكم ولنا الأجر بمصابة عبد الله الحسين عليه السلام وأخيه أبو فضل العباس عليه السلام. يا رب يرزقنا وإياكم شفاعتهم في الآخرة إن شاء الله. حبايب اليوم راح أسوي لكم خبز عروق، احنا نسميه خبز العباس في دول اسمه، ونسويه بيوم استشهاد أبو فضل العباس. هاي عندي هنا الخضروات، وهذا اللحم شوية يكون دهين حبايب على مود يعطينا نتيجة زينة. وهاي التوابل أنا سجلت لكم التوابل، وهاي دبس فليفلة أنا أخليه يصير طعمه كلش طيب إن شاء الله. واضحة عندكم؟ هاي حبايب هنا أنا خلط الطحين، أنا أخبط طحين أسمر وطحين أبيض، والطريقة مال العجين مالتي سبق ونزلتها أني، وتكون كلش مضبوطة والعجينة تطلع كلش طرية يعني مو يابسة. هاي هنا أنا كملت وعجنت، أنا سرعت لكم الفيديو لأن سبق ونزلت هذا الفيديو مال العجين إن شاء الله. واضحة عندكم حبايب؟ وكل ما تعجنوها زين تطلع الخبزة عندكم مضبوطة. هاي نتركها هنا تختمر. هاي عندي المكونات، قلت لكم خضرة ولحم، وهاي التوابل وسبق وسجلت لكم إياها، وثرمناها، لا نثرمها خشنة ولا ناعمة، وسط. هاي حبايب التوابل، واللابس أول شي اللحم والخضروات، يعني ندمجه سوية على مود منو نريد نحطه بالعجين، اللابسة بالعجين ما يتعبنا. هاي هنا حبايب خليت هذا العجين اختمر عندي، وشوفوا شلون صار ما شاء الله كلش العجينة مضبوطة. هاي حبايب بديت أدمج بالمكونات العجين واللحم اللي سويناه وكلش زين ندمجهم، ونرجع نلم العجينة مالتنا على مود يصير اللحم والخضروات بكل العجينة. هاي هنا حبايب بديت أشنق أكور العجينة، شنو سموها وأسوي الشنقاني مالتي وسط، لأن تعرفون التنور مالتي مو كلش كبير، فأسويها وسط، وانتو براحتكم بعد سوها صغيرة كبيرة بكيفكم. شوفوا العجينة حبايب لا مايعة لا سايلة، كلش مضبوطة. أهم شي هي العجينة، ترى بالخبز عروق كل ما تكون العجينة مضبوطة ما يتعبكم بالخبز. إن شاء الله واضحة عندكم وتبين عندكم إن شاء الله. تجربوها وسهمنا وسهمكم العافية حبايب. وعندي ملاحظة، إذا الجو عندكم حار لا تشنقون هواية على مود لا يسيل عندكم من تخبزوه. هاي هنا بديت حبايب أخبز بيه، وأنا هم سرعت لكم الفيديو على مود الوقت. شوفوا حبايب عجينتنا لا سايلة ولا يعني تعذب، مضبوطة 100%. إن شاء الله تجربون هاي الطريقة. وهنا أنا بديت أخبز بيها، ويكون التنور كلش حار على مود لا تلزق عندكم حبايب، وننتظرها لحين ما تحمص. شوفوا عيني حبايب، كل ما يكون عندكم التنور الشواية يكون كلش حار على مود تطلع عندكم نتيجة مضبوطة، ويطلع عندكم الخبز طري يعني ما يطلع عندكم يابس. وهاي سويت لكم وحدة ثانية يعني للما تعرف تخبز، للمبتدئات. وعذروني حبايب هالأيام شوية منقطعة عنكم لأن شوية التهينا بالمجالس، والحمد لله الله رزقنا نسوي مجالس هنا بمدينتنا. تعرفون حبايب احنا هنا بالغربة لازم نتجمع نشارك على مود أولادنا هم يشوفون ويطلعون على الشعائر الحسينية، وهذا الشيء كلش إيجابي إنه وإلهم حبايب. وإذا وصلتوا هنا للفيديو أقولكم فضلا وليس أمرا على حب الحسين وبفضل العباس، لا تنسونا بالاشتراك والتعليق حبايب. وأي معلومة عندكم مو واضحة كتبوا لي بالتعليقات. أترككم في رعاية الله وحفظه.